في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن قصتين من قصص مانجاكا الرعب المتميز جونجي ايتو. القصتين دول كان ليهم ثيم وفكرة مشتركة بتجمع بينهم، والقصتين اللي هذكرهم في الفيديو ده برضه هيبقى ليهم عامل مشترك. كلنا بنحس بالقلق والتوتر لما حد بيتعدى على مساحتنا الشخصية وخصوصياتنا، وفي القصتين دول هنشوف جونجي ايتو وهو بياخد الفكرة المزعجة دي وبيحولها لكابوس. القصتين اللي هحكيهم في الفيديو ده هما The Neighbor's Window و The Town Without Streets. خلينا نبدأ الأول بقصة The Neighbor's Window أو نافذة الجيران أو نافذة البيت المجاور، واللي بتبدأ ببطل القصة هيروشي وهو بيحكي لنا إن أسرته عزلوا للبيت اللي هما فيه ده قريب. البيت كان رخيص جدا لدرجة إن هو وأمه كانوا بيهزروا وبيقولوا ده شكله مسكون. هيروشي وأمه بدأوا يروحوا للبيوت المجاورة علشان يتعرفوا على الجيران، لكن البيت اللي جنبهم على طول ما كانش فيه حد. هيروشي كان مستغرب قوي من شكل البيت اللي جنبهم ده. البيت ما فيهوش اي شبابيك غير شباك واحد بس في الدور التاني. امه قالت له ما تبقاش فضولي، وهما الاتنين راحوا للبيت اللي بعده وخبطوا على الباب. لما اصحاب البيت فتحوا رحبوا بيهم وقالوا لهم احنا جيرانكم الجداد. وبعد كده ام هيروشي سالت صاحبه البيت عن البيت اللي جنبهم واذا كان في ناس ولا لا. صاحبه البيت قالت لهم مش عارفه، البيت ده على طول مقفول، لكن بالليل بنشوف حد بيتحرك قدام الشباك. الاشاعات بتقول انها ست في اواسط العمر، لكن واضح انها لسبب ما بتحبش توري وشها للناس. هيروشي وامه روحوا البيت وهيروشي طلع اوضته علشان ينام، وبالليل اثناء نومه هيروشي صحي على صوت واحده ست بتندهله بتقوله يا طفلي العزيز يا طفلي العزيز انت نايم؟ هيروشي استغرب وقام من السرير وفتح الشباك علشان يشوف الصوت جاي منين، وهنا شاف شباك البيت اللي جنبهم مفتوح، البيت الغريب اللي على طول مقفول، وفي الشباك شاف الست اللي بتندهله ايه رأيك في البيت الجديد يا طفلي العزيز؟ الست القبيحة دي فضلت تكرر سؤالها تعال عندي نلعب سوا، انا فاتحه لك الباب ومستنياك. هيروشي قفل الشباك بسرعة وهو جسمه بيقشعر ودخل كمل نومه، بالرغم من ان الست فضلت تندهله برضه يا طفلي العزيز يا طفلي العزيز. تاني يوم هيروشي قال اكيد ده حلم، مستحيل ده يكون حقيقي، لكن لما الليل جه سمع نفس الصوت بيندهه يا طفلي العزيز يا طفلي العزيز عايز اشوف وشك، انت ليه ما جيتش؟ انا جايبالك حلويات، برضو مش عايز تيجي؟ خلاص انا هجيلك. هيروشي اتنفض من سريره وراح فتح الشباك فورا، وفعلا شافها جايبه عصايه وبتحاول توصل لشباك اوضته. هيروشي قال لها انت بتعملي ايه؟ وهي قالت له امسك العصايه كويس علشان اعرف اجيلك. هيروشي صرخ وزق العصايه ورماها في الشارع، وعلى طول راح يصحي ابوه وامه من النوم. ابوه وامه طلعوا له فورا وبصوا من الشباك، لكن طبعا ما لقوش حد، حتى العصايه اللي وقعت في الشارع ما بقتش موجوده. ابوه قال له انت متاكد انك ما كنتش بتحلم؟ وهيروشي قال له لا انا متاكد. بعد كده قرروا ان ابوه وامه يناموا في الاوضه اللي فوق وهيروشي ينام تحت ويشوفوا ايه اللي هيحصل. الست الغريبه دي ما جاتش، ما ظهرتش اطلاقا. ابوه قال له واضح ان الموضوع كان حلم يا هيروشي، وهيروشي فضل مصر انه كان حقيقي. بس بما ان الست ما ظهرتش لفتره طويله مفيش مانع ان هيروشي يطلع ينام تاني في اوضته اللي فوق. هيروشي قبل ما ينام بص على الشباك وقال لنفسه اكيد بعد كل اللي حصل ده الست دي مش هتظهر تاني، ودخل سريره ونام. يا طفلي العزيز يا طفلي العزيز بقالي كتير ما شفتكش. هيروشي صحي وبقى مش عارف يعمل ايه، وهنا الست قالت له خليك مكانك انا جايالك، انا قربت اوصل لك اهو، ايدي قربت توصل لشباكك. هيروشي قرر انه ما يندهش لابوه وامه ويشوف ايه اللي هيحصل، والست فضلت تقول له ناقص شويه واوصل لك، ابقى افتح لي اول ما اخبط لك. هيروشي فضل صاحي لحد ما النهار جه والست ما خبطتش، لكن المره دي هيروشي بقى عنده دليل على اللي بيحصل، شباك البيت المجاور فعلا بيقرب له، مستحيل يفضل قاعد في البيت ده. هيروشي وأسرته قرروا انهم يعزلوا. تاني قصة هحكيها هي قصة The Town Without Streets أو المدينة اللي ما فيهاش شوارع. القصة دي أطول وأغرب، وغرابتها بتظهر في البداية لما سايكو بطلة القصة بتحكي لنا إزاي إنها كل يوم بتصحى تلاقي شباك أوضتها مفتوح، والأغرب من كده إن بقالها فترة بتحلم بولد معاها في المدرسة اسمه كيشيموتو. كيشيموتو ولد خجول وعلى طول ما بيتكلمش، وسايكو عمرها ما كانت بتلاحظه. إيه السبب إنها فجأة عمالة تحلم بيه؟ بل وكمان بدأت تحس بمشاعر ناحيته.
في يوم من الايام سايكو حكت الموضوع ده لواحد من اصحابها، وصاحبها ده قال لها يمكن كيشيموتو عمل طريقة ارسطو. سايكو استغربت وقالت له ايه ده، وهو قال لها ان في طريقة اسمها طريقة ارسطو، ما يعرفش هي اتسمت كده ليه، لكنها بتستخدم في انها تخلي الشخص اللي انت معجب بيه يعجب بيك هو كمان. الطريقة دي كالآتي: انت بتروح للشخص ده وهو نايم وتبدأ تهمس في ودنه من غير ما تصحيه، ولما بيسمع صوتك وهو نايم بيبدأ يحلم بيك، وكل ما حلم بيك اكتر كل ما بيبدأ يتعلق بيك اكتر. سايكو قالت له تفتكر كيشيموتو بيعمل معايا كده؟ بيدخل اوضتي وانا نايمه ويهمس في ودني؟ لا مستحيل يكون عنده الجرأة انه يعمل حاجه زي كده. لما سايكو روحت قعدت تتغدى مع اهلها، وهنا اخوها قال انه سمع صوت ولد من اوضه سايكو امبارح. ابوها قال لها الكلام ده حقيقي يا سايكو؟ وهي قالت له لا طبعا مستحيل اعمل كده. لكن اخوها التاني قال انه هو برضه سمع صوت ولد جاي من اوضتها. سايكو فضلت تنكر، لكنها من جواها بقت شاكه انه كيشيموتو هو اللي بيتسلل لاوضتها، يمكن علشان كده كل يوم بتصحى بتلاقي شباك اوضتها مفتوح. في اليوم ده سايكو حلمت حلم غريب، حلمت بكيشيموتو بيحاول يهديها خاتم، ولما سايكو واجهته بموضوع طريقة ارسطو اعترف انه بالفعل كان بيعمل كده. سايكو قالت له انت ازاي تخترق خصوصيتي بالشكل ده، وهو قال لها انه معجب بيها جدا لكن كان خايف يواجهها. واثناء ما هما بيتكلموا في واحد شكله غريب ظهر فجأة. الشخص ده قال ان اسمه جاك السفاح، وطلع سكينة وفتح بطن كيشيموتو. سايكو صحيت من النوم وارتاحت لما عرفت ان ده مجرد حلم، لكن لما بصت جنبها لقيت علبة الخاتم اللي كيشيموتو جابه لها. تاني يوم جثة كيشيموتو بالفعل تم العثور عليها في الشارع وبطنه مفتوحة زي بالظبط ما حصل في الحلم. من بعد الحادث ده حياة سايكو بقت أغرب وأغرب. أسرتها بقوا يتصرفوا بطريقة غريبة لدرجة إنها بقت تروح تبات عند أصحابها، ومع الوقت أصحابها بدأوا يزهقوا من وجودها وهي اضطرت ترجع بيتها تاني. في البيت أهلها فضلوا يزعقوا لها علشان بتسيب البيت وتبات بره، وهي فضلت تقول لهم إنها زهقت من تصرفاتهم الغريبة. أبوها سألها تصرفات غريبة زي إيه، وهي قالت لهم أنا عارفة إنكم بتتجسسوا عليا وأنا قاعدة في أوضتي وفاكرين إنكم هتلاقوني بجيب ولاد فيها. أهلها كلهم فضلوا ينكروا إنهم بيتجسسوا عليها، لكن هي زهقت وسابتهم وطلعت تنام في أوضتها. في أوضة سايكو بنلاحظ إن في فتحات كتير في الحيطة، وواضح إن أخوها اللي أوضته جنب أوضتها بيخرم الحيطة علشان يتجسس على أخته من الفتحة. وفجأة بنلاقي أخوها دخل صباعه جوه الفتحة علشان يوسعها أكتر، وسايكو اتعصبت جدا وضربت صباعه بقوة. بعد كده لقت أبوها وأمها فاتحين جزء من الباب وبيراقبوها، وهي راحت وقفلت الباب في وشهم. بعديها راحت تفتح الدولاب علشان تحط هدومها، ولقت أخوها الصغير مستخبي جوه الدولاب، واكتشفت إنه حفر نفق صغير علشان يجي لأوضتها منه. بعد ما سايكو ضربت أخوها وطردته من الأوضة قررت إنها تعمل حاجز حوالين سريرها علشان لما يحاولوا يحفروا الحيطة أو يتجسسوا من الباب ما يقدروش يشوفوها برضه. لكن بالليل صحيت على صوت حد بيحفر السقف، حد بيحاول يتجسس عليها من الدور العلوي. وهنا سايكو قامت وغرزت مفك في الفتحة اللي الشخص ده فتحها، وسمعت صرخة الشخص ده، وواضح كده ان المفك دخل في عينه. تاني يوم سايكو كانت بتفطر مع أسرتها ولقت إن أخوها صباعه مكسور وأبوها رابط عينه، ولما سألته إيه اللي حصل لعينك قال لها وجعاني شوية تقريبا جالها عدوى، وهي سألته يعني متأكد إنها مش بسبب المفك اللي دبيته في عينك امبارح، وهو قال لها أنا مش عارف أنت بتتكلمي عن إيه. حتى أخوها برضو قال إن صباعه اتكسر امبارح أثناء التمارين، وأنكر إن هو اللي كان بيحاول يتجسس عليها من حيطة أوضتها. سايكو زهقت وقررت إنها تاخد هدومها وتروح تعيش مع عمتها تماي اللي ساكنة في مدينة تانية. بالفعل سايكو راحت المدينة دي، لكنها استغربت من ان كل الناس اللي داخلين او خارجين من المدينة لابسين اقنعة على وشهم. ولما دخلت لقت حاجة اغرب من ده كله، المدينة عبارة عن بيوت لازقة في بعض، مفيش شوارع، كل بيت لازق على طول في البيت اللي بعده، ومفيش طريقة تسمح انها تتنقل بين البيوت غير انها تعبر خلال البيوت دي. سايكو سألت واحد من سكان المدينة، والراجل ده قال لها ان في مباني كتير اتبنت الفترة الاخيرة ومحدش عارف مين اللي بيبنيها، لكنهم كتير جدا وفي كل حتة لدرجة ان ما بقاش في مكان الناس تمشي فيه، وبقوا كلهم مضطرين يدخلوا بيوت بعض علشان يعرفوا يتنقلوا في المدينة، وكل الناس بقوا مجبرين انهم يسيبوا بيوتهم مفتوحة طول الوقت، وبقى شيء طبيعي ومتوقع
بسرعة انك تلاقي ناس داخلين شقتك وبتمشوا فيها. الخصوصية في المدينة دي بقت معدومة، علشان كده كلهم بيلبسوا أقنعة علشان يحافظوا على أي جزء من الخصوصية دي. بل الأسوأ من كده إن أي حد بيحاول يقفل باب شقته علشان يحافظ على خصوصية بيته، أهل المدينة بيكسروا عليه الباب وبيعذبوه، أو ممكن يعملوا فيه أسوأ من كده كمان. سايكو ما بقتش مصدقة اللي شايفاه ده، وفضلت تجري لحد ما وصلت لبيت عمتها وفضلت تخبط على الباب. عمتها قالت لها خشي الباب مفتوح، ولما سايكو دخلت لقت عمتها واقفة عريانة تماما. طبعا سايكو سألتها ايه اللي عاملاه في نفسك ده، وعمتها قالت لها انها خلاص ادركت ان الخصوصية دي حاجة ملهاش معنى، وان مفيش سبب يخليها تغطي نفسها وتلبس هدوم. وهم قاعدين في واحد دخل من الشباك كده اللي هو السلام عليكم ومشي. بعد كده سايكو بتلاحظ ان في فتحات كتير في شقة عمتها، وعمتها قالت لها ان الفتحات دي الناس عملوها علشان يتجسسوا عليها. بعد كده بدأت تقول كلام غريب زي ان سايكو لازم هي كمان تتقبل الوضع وتخلع هدومها وما تخبيش حاجة. سايكو طلعت تجري، وفي كل حتة كانت بتشوف ناس لابسين أقنعة، وفي واحد من البيوت شافت جثة بطنها مفتوحة زي ما حصل مع كيشيموتو بالظبط. ولما جريت من المكان ده وراحت مكان تاني لقت واحد راسه شكلها غريب وبيتجسس على بيت حد خلال فتحة. وبعد كده لقت مجموعة من الناس راسهم عاملة زي راس الراجل ده، وواضح انهم برضو متجمعين بيتجسسوا على حد. ولما الناس دول بصولها لقت ان راسهم فيها عشرات العيون. سايكو صرخت وجريت من المكان لحد ما لقت نفسها وجها لوجه مع جاك السفاح اللي شافته في الحلم. السفاح ده كشف لها انه اصلا راح لاوضتها وكان عايز يقتلها، لكنه لقى كيشيموتو هناك وقتله هو بدل ما يقتلها، لكن دلوقتي حندرها علشان تموت. فجأة السفاح ده حد بيطعنه من ظهره وبيقتله، وبنكتشف ان اللي عمل كده هو عمة سايكو. عمتها قالت لها خليكي ماشية مع النهر علشان تخرجي من المدينة دي، وبعد كده سابتها ومشيت. وسايكو لقت نفسها لوحدها في المدينة اللي ما فيهاش شوارع. القصة دي غريبة ومش مفهومة، ومش مطلوب منها انها تكون مفهومة، لان المواضيع والمفاهيم اللي بتناقشها واضحة، زي فضولنا بحياة الناس التانية وازاي ده ممكن يغيرنا ويغير مجتمعنا كله، وازاي ان انعدام الخصوصية ممكن يكون شيء مرعب في حد ذاته. عرفوني في التعليقات اي قصة من دول عجبتكم او خوفتكم اكتر، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وبرضه لايك لصفحة الفيسبوك. ولو حابين تدعموا القناة تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.